السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنشرح جرامر يونت 8 بإذن الله. يكون جرامر سهل وبسيط جدا. قبل ما نبدأ، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبدأ بسم الله. درس النهاردة بيتكلم عن حاجة اسمها relative pronouns. relative pronouns يعني ضمائر الوصل. relative pronouns يعني ايه ضمائر الوصل؟ كلمة ضمير وصل الهدف منه ان هو بيجيب لي جملتين اتنين وبستخدم ضمير الوصل عشان اخليهم جملة واحدة. يبقى قصة الايه ضمير الوصل بيتكلم على جملتين، انا بستخدم ضمير الوصل عشان اربط ايه ما بينهم اخليهم جملة واحدة. طيب ايه هم ضمائر الوصل اللي عندنا؟ احنا عندنا هو وعندنا ويتش وعندنا ذات وعندنا وير وعندنا هوز وعندنا وين. دول كلهم ضمائر وصل. بس في واحد يقول لي طب ما يا مستر دلوقتي ضمائر الوصل دي كلها اصلا ادوات استفهام. اقول له كلامك صح، دي كلها ادوات استفهام، بس لما بتيجي في وسط الجملة بتبقى ايه شغلتها ضمير وصل. شغلتها ضمير وصل. طيب اول ضمير وصل عندي هو. كلمة هو معناها الذي أو التي أو الذين. يبقى هو معناها الذي أو التي أو الذين. هو معناها الذي أو التي أو الذين. ضمير وصل جاية بمعنى الذي أو التي أو الذين. طب إيه قاعدتها؟ هو لازم يجي قبلها شخص عاقل. هو لازم يجي قبلها شخص عاقل. يبقى الكلمة اللي قبلها على طول لازم تكون اسم شخص عاقل أو اسم شخص أو شخص. جميل. طب إزاي بقى؟ لما أقول I met هاني، أنا قابلت هاني. He is my old friend. هو صديقي القديم. طلب مني هنا أستخدم ضمير الوصل هو. هعمل إيه في جملة زي دي؟ أول خطوة بعملها بحدد الشخص العاقل اللي هو كلمة هاني. فين الضمير اللي عايد عليه في الجملة التانية؟ كلمة هي. خلي بالك هعمل إيه؟ هشطب على هي وأحط هو بدل هي. كده هو هتيجي بعد اسم الشخص اللي هو هاني. يعني كده هقول I met هاني who is my old friend. يبقى كده ضمير الوصل هو جه قبله اسم الشخص على طول اللي هو كلمة هاني. ده اكزامبل اهو. اكزامبل تاني لما اقول this is the boy. هو ده الايه الولد. I saved him yesterday. أنا أنقذته أمس. طالب برضو منا استخدم هو. برضو هو. هعمل إيه؟ أول خطوة أعملها فين اسم الشخص اللي موجود في الجملة الأولى اللي هو كلمة بوي الولد. فين الضمير اللي عايد عليه في الجملة التانية؟ I ولا هم؟ يبقى هم. هعمل إيه في كلمة هم؟ هشطب عليها وأحط هو بعد كلمة the boy. يبقى this is the boy who I saved yesterday. جميل. محدش يحط هو بدل هم، لا انا بحط هو بعد اسم الشخص الايه العاقل اللي هو كلمة the boy. ده كده بالنسبة لهو. في اكزامبل تاني مهم جدا. دي كده على فكرة كانت اول طريقة او اول شكل لضمير وصل ايه هو. My uncle lives
in Cairo. He is a doctor. طالب مني هنا هو. طالب مني هنا هو. هعمل ايه؟ فين الشخص العاقل الموجود في الجملة الأولى؟ my uncle. فين الضمير اللي عاد عليه في الجملة التانية؟ كلمة هي. هشطب على كلمة هي. طيب هنا هيبقى في تقديم وتأخير. هنا هيبقى في تقديم وتأخير. ازاي؟ كده هقول my uncle وهجيب بعدها كلمة هو. مش احنا اتفقنا ان هو لازم يجي قبلها شخص عاقل؟ يبقى هنا اقول my uncle هو، واروح للجملة التانية دي خليها الجملة الايه؟ الأولى، وبعد كده ارجع تاني للجملة التانية. خلاص؟ او الأولى انا هخليها الايه؟ التانية. يبقى my uncle who is a doctor، عمي اللي بيكون طبيب ماله؟ is أو lives in كايرو، بيعيش في القاهرة. يبقى أنا هنا الفكرة التانية عندي تقديم وتأخير. طب إمتى بقى إيه؟ بيبقى في تقديم وتأخير لما يكون الشخص العاقل جاي فاعل في الجملة الأولى. لما يكون جاي فاعل في الجملة الأولى. خلاص؟ والكلمة اللي عايدة عليه سواء بقى جاي فاعل في الجملة التانية أو جاي مفعول، ما عنديش مشكلة، بس طالما جاي فاعل في الجملة الأولى في الحالة دي بيبقى فيه تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير. واجيب الشخص العاقل اللي هو مثلا ماي انكل واجيب بعده ضمير الوصل هو، وبعد كده بروح للجملة التانية اجيبها في الاول، وبعد كده اروح تاني ارجع تاني للجملة الاولى اخليها الجملة الايه؟ التانية اللي هي lives in ايه؟ in كايرو. دي اسمها فكرة تقديم وتأخير. تقديم وتأخير دولت الفكرتين الاساسيين في ضمير الوصل هو. بعد كده هندخل على ضمير وصل تاني هو which. هو which. which برضه معناها الذي أو التي أو الذين. which برضه معناها الذي أو التي أو الذين. لازم يجي قبلها شيء غير عاقل. حاجة غير عاقل. يبقى which معناها الذي أو التي أو الذين. لازم يجي قبلها شيء غير عاقل. لازم يجي قبلها شيء غير عاقل. مثلا this is the horse. هو ده الايه؟ الحصان. it won in the race. اللي فاز في السباق. طالب مني which. طالب مني which. أول خطوة إيه بعملها؟ زي ما اتفقنا لما كنا بنعمل معاه هو، بحدد هنا الشيء غير العاقل اللي هو كلمة horse. فين الضمير اللي عايد عليه في الجملة التانية؟ كلمة it. كلمة it. هشطب على it وأحط which بعد كلمة horse. يبقى الإجابة this is the horse which won in the race. جميل. يبقى هنا كده اهو ادي which الضمير الوصل بتاعي، وادي كلمة horse الشيء اللي هو غير عاقل. ناخد مثال تاني. My father bought a new car. It is very expensive. هي بتكون غالية جدا. طالب مني كلمة which. طالب مني كلمة which. طيب هعمل ايه؟ أول حاجة أعملها which دي الغير العاقل. فين الغير العاقل هنا؟ a new car يعني كلمة car. فين الضمير اللي عاد عليها في الجملة التانية؟ كلمة it. هعمل ايه في it؟ أشيلها وأحط which بعد كلمة car. أحط which بعد كلمة car. يبقى my father
bought a new car which is very expensive. جميل. يبقى كده اهو عندي which جاء قبلها الشيء الغير العاقل اللي هو كلمة a new car. يبقى أنا كده طبقت القاعدة إيه؟ صح. ده بالنسبة لwhich. عندي برضو فكرة تانية بالنسبة لwhich. إيه هي الفكرة التانية؟ فكرة التقديم والتأخير. فكرة التقديم والتأخير لما يكون الشيء غير العاقل جاي فاعل في الجملة الأولى. جاي فاعل في الجملة الأولى. يعني المثال اللي قبل كده كان الشيء الغير العاقل كان جاي مفعول في الجملة الأولى. طب شوف معايا المثال ده. لما أقول لك This villa is very big. My father bought it. بابا اشتراها. طلب مني كلمة which. هعمل ايه؟ احنا عارفين ان كلمة which دي الغير العاقل. يعني الكلمة اللي قبلها على طول لازم تكون شيء غير عاقل. فين هنا الشيء الغير العاقل؟ كلمة فيلا. لو انت لاحظت ان فيلا دي جاية فاعل في الجملة الأولى. طيب فين الضمير اللي عاد عليها في الجملة الثانية؟ كلمة it. هعمل ايه في it؟ هشطب عليها. طب هحط which فين؟ احط which بعد كلمة فيلا. طيب يبقى هقول this villa which. هنا بقى هقول which is very big my father bought ولا هقول this villa which my father bought is very big. هي دي الفيلا اللي بابا اشتراها او الفيلا اللي بابا اشتراها بتكون كبيرة جدا. يبقى كده هيبقى في تقديم وتأخير. يبقى هقول this villa which my father bought مالها is very big. يبقى أنا كده عملت تقديم وتأخير. رحت على الجملة الثانية جبتها في الأول وبعد كده رجعت تاني على الجملة الأولى اللي هي كلمة very big. يبقى دي الفكرة الثانية بتاعتنا. زي ما عملت مع هو برضه هعمل مع which. يبقى هنا فكرة تقديم وتأخير. بس الكلام ده بيكون امتى؟ لما يكون الشيء الغير العاقل جاي فاعل في الجملة الأولى. خلاص؟ طيب في معلومة تانية. احنا قلنا ان هو للعاقل which لغير العاقل. يبقى هو للعاقل which الغير العاقل. في واحدة بقى بتساويهم الاتنين. كلمة ذات تنفع للعاقل وتنفع لغير العاقل. يعني ذات بتساوي هو أو بتساوي which. يبقى ذات تنفع للعاقل وغير العاقل. ذات تنفع للعاقل وغير العاقل. تمام؟ طيب ندخل بعد كده على ضمير وصل ثالث مهم جدا هو كلمة where. احنا عارفين where هيبقى جاي معناها بمعنى حيث. لازم يجي قبلها مكان. حيث للمكان. لازم الكلمة اللي قبلها على طول لازم تكون مكان. طيب بس في قاعدة مهمة. ايه هي؟ لما اجي استخدم where للمكان لازم في ترجمة الجملة التانية اقول كلمة فيه او فيها او منه او منها او هناك. خلي بالك هتعرف ده دلوقتي لما نيجي نحل. يبقى انا اعرف ازاي ان وير صح. لازم في ترجمة الجملة اللي بعدها كلمة فيه او فيها او منه او هناك. طب تعال نشوف. مثلا I went to
الأقصر. أنا ذهبت لإيه؟ الأقصر. My father was born in it. أو ممكن ساعات بدل in it يجيب لي كلمة زير. كلمة زير. طيب الراجل طالب مني هنا أستخدم كلمة وير. احنا اتفقنا وير للمكان. اتفقنا إن وير للمكان. طيب أول خطوة أعملها، فين هنا المكان؟ كلمة الأقصر. فين الضمير؟ فين الضمير اللي عايد عليها في الجملة التانية؟ in it. فيها. in it معناه إيه؟ فيها. طب اللي هي عايدة على مين؟ كلمة الأقصر. أول خطوة أعملها هشطب على in it وأحط وير بعد المكان. أحط وير بعد المكان اللي هو كلمة إيه؟ الأقصر. يبقى كده هقول I went to الأقصر where my father was born. وانا شطبت على كلمة ايه؟ ان ات. شطبت على كلمة ان ات. يبقى كده وير ادي وير جت اهيت وجه قبلها مكان اللي هي كلمة الأقصر. يبقى انا ذهبت الى الأقصر حيث ابي ولد فيها او هناك. طيب مثال تاني. This is my school. هي دي مدرستي. I learned in it. أنا اتعلمت فيها. طالب مني برضه هنا استخدم كلمة وير. هعمل ايه؟ أول خطوة أعملها، فين هنا المكان اللي موجود في الجملة الأولى؟ كلمة سكول. فين الضمير اللي عاد عليها في الجملة التانية؟ كلمة in it. in it يعني فيها. طيب هعمل ايه؟ هشطب على in it اللي موجودة في الجملة التانية وأحط وير بعد المكان اللي هي كلمة سكول. يبقى الإجابة هقول this is my school where I learned. يبقى هي دي الايه؟ المدرسة حيث أنا تعلمت فيها أو هناك. يبقى كده ضمير الوصل وير جه قبله على طول سكول وده ايه؟ مكان اهوت. يبقى كده قاعدتي ايه؟ صح. ده بالنسبة لوير كضمير وصل. طيب في فكرة تانية بالنسبة لوير، تعال نشوفها كده. بص كده معايا الثلاث أفكار دول عشان مهمين جدا جدا جدا. أول سؤال جايب لي هنا this is the shop. هو ده المحل. احنا اتفقنا ان shop معناها محل، ده يعتبر مكان. طيب بص كده معايا this is the shop when I bought my new jacket. اشتريت منه الجاكيت الجديد بتاعي. طيب هنا هتعامل مع المحل على انه غير عاقل ولا هتعامل معاه على انه مكان؟ ما هو واحد يقول يا مستر طب ما هو دلوقتي المحل ده مكان وبرضه في نفس الوقت ممكن يكون شيء غير عاقل. طب انا ايه؟ احسبه كده ولا كده؟ احسبه مكان ولا احسبه غير عاقل؟ ايه اللي هيفرق معايا؟ لو تفتكر اول ما جيت شرحت قاعدة وير قلت لك لازم في ترجمة الجملة التانية كلمة فيه او فيها او منه او منها او هناك، وقلت لك هنحتاجها عشان الفكرة دي. طيب هو ده المحل، انا اشتريت منه الجاكيت الجديد بتاعي. يبقى انا كده ترجمت في الجملة التانية كلمة منه. طالما ترجمت فيها كلمة منه او منها او هناك يبقى كلمة شوب دي المكان ده جاي فعلا على انه مكان، ففي الحالة دي هستخدم كلمة وير. يبقى هنا في الكوريكت بتاعي هستخدم كلمة وير. طبعا هنا جايب لي صحح كلمة when هتبقى وير. طب شوف المثال اللي بعده. This is the shop. هو ده المحل. When is very expensive. بيكون غالي جدا. بيكون غالي جدا. طيب هنا المحل جاي على انه مكان ولا غير عاقل؟ احنا قلنا هنا فوق مكان
خلاص وعرفنا ليه. طب هنا المحل ده شوب هيبقى جاي على انه مكان ولا غير عاقل؟ اللي هيعرفني ترجمة الجملة التانية، بيكون غالي جدا. طيب كده انا ما وصفتش حاجة في المحل، او انا ما قلتش ان في حاجة بتحصل في المحل. خلاص يبقى ما قلتش في الترجمة كلمة فيه او فيها او منه او منها. طيب كده هتعامل مع الشوب ده على انه غير عاقل. غير ايه؟ عاقل. كده انا هقول هنا which او that. احنا عرفنا ان that تنفع للعاقل وغير العاقل، يبقى هنا الإجابة الصح هتبقى يا إما which يا إما that. الفكرة الثالثة this is the shop، هو ده المحل. my father works in، بابا يعمل فيه، بابا يعمل فيه. طيب طالب منا صحح كلمة when. طيب هنا هقول ايه؟ هقول which ولا هقول where؟ ايه اللي موجود في اخر الجملة؟ كلمة ان دي حرف جر، حرف جر. ما ينفعش طبعا، هنا المحل ده جاي على انه مكان، جاي على انه مكان، فالمفروض استخدم وير، المفروض استخدم وير. بس في مشكلة هنا، وجود كلمة ان، وجود حرف الجر ان. خد المعلومة دي، وير احنا عرفنا ان وير للمكان بتساوي حرف جر زائد which، حرف جر زائد which، او which ومعاها في اخر الجملة حرف جر، زي الفكرة دي بالظبط. طيب هنا طبعا كده ما ينفعش اجيب وير، لان وير ما ينفعش اجيب معاها حروف جر، وير ما ينفعش اجيب معاها حروف جر. في الحالة دي هنا الإجابة الصح هتبقى كلمة which، يبقى هنا الإجابة الصح هتبقى كلمة which. تمام. طب لو ما كانش في حرف الجر ان، في الحالة دي كنت هستخدم وير. يبقى في معلومة مهمة، وير بتساوي حرف جر زائد which، أو وير بتساوي which وفي نهاية الجملة حرف جر. يبقى هنا ممكن هقول which. طب لو كان حرف الجر ده جاي هنا بعد كلمة شوب، يبقى برضه في الحالة دي هقول in which. يبقى أنا عندي where بتساوي which ومعاها in، أو in which. والكلام ده ينطبق على أي حرف جر، مش لازم يكون in، مش لازم يكون in. ندخل بعد كده على ضمير وصل مهم جدا، ألا وهو كلمة whose. كلمة whose مهمة جدا جدا. كلمة whose، whose ملهاش معنى حرفي. كلمة whose ملهاش معنى حرفي. يعني لو تفتكر كده أنا كنت بقولك إن who أو which أو that معناها الذي أو التي أو الذين، where كان معناها حيث، كان كل دول ليهم معنى. طيب whose ملهاش معنى حرفي. طب أنا بستخدم whose ليه؟ whose بستخدمها للتعبير عن الملكية، بستخدمها للتعبير عن الملكية. ممكن أترجمها بشكل إيه؟ أقول اللي كذا، إنما كمعنى حرفي لأ. طيب إيه قاعدة whose؟ whose مهمة جدا جدا، لازم يجي قبلها اسم المالك ويجي بعدها اسم المملوك. يبقى whose لازم يجي قبلها اسم المالك وبعدها اسم الشيء المملوك. طيب بالنسبة لwhose أنا بستخدمها ليه؟ بستخدمها عشان أعبر بيها عن الملكية، بتحل محل صفات الملكية، بتحل محل صفات الملكية، زي كلمة his، here، my، خلاص، our، their. يبقى أنا عندي صفات الملكية دي كلها. وبرضو على فكرة مش لازم صفات الملكية، ممكن أبصرف اس. يبقى أنا عندي whose بتحل محل صفات الملكية وأبصرف اس الإيه؟ الملكية. يبقى whose بتحل محل صفات الملكية وأبصرف اس الإيه؟ الملكية. طيب إيه قاعدتها؟ تعال نشوف كده. لما نقول this is
تامر. هو ده ايه تامر؟ his father is my teacher. هو ده تامر، بابا بيكون معلمي. الراجل طالب مني هنا استخدم كلمة whose، طالب مني استخدم كلمة whose. طيب هعمل ايه؟ فين هنا الشخص المالك اللي هو تامر؟ فين هنا الشيء المملوك اللي هو his father؟ لو تفتكر كده انا قلت لك ان whose بتحل محل الكلمات دي، بتحل محل his وتحل محل my وأور وزير. يبقى أنا كده المفروض هشيل كلمة his وأحط مكانها كلمة whose. هشيل his وأحط مكانها كلمة whose. طيب يبقى كده هقول إيه بقى؟ this is تامر، هو ده تامر. whose اللي باباه whose father is my teacher. يبقى هنا استخدمت كلمة whose بدل كلمة his. هنا whose جاء قبلها اسم المالك اللي هو تامر، وجه بعدها اسم الشيء المملوك اللي هو father. مثال تاني، I saw the girl، أنا رأيت البنت. Her mobile was stolen، تليفونها اتسرق. طالب مني استخدم كلمة whose. هعمل ايه؟ واحدة واحدة. طيب فين هنا الشخص المالك اللي هو كلمة girl؟ فين صفة الملكية here؟ ولازم يجي بعد صفة الملكية اسم الشيء المملوك اللي هو ايه؟ موبايل. يبقى انا كل شغلي على ايه الجزئية دي. طب اول حاجة اعملها هشطب على كلمة here، هشطب على كلمة here. وهعمل ايه؟ هجيب كلمة whose بعد كلمة girl. يبقى I saw the girl whose mobile was stolen. يبقى أنا رأيت البنت، أنا رأيت البنت whose موبايل اللي الموبايل بتاعها اتسرق، اللي إيه الموبايل بتاعها اتسرق. يبقى هنا whose جه قبلها المالك وجه بعدها المملوك. ده بالنسبة لقاعدة whose، ده كده بالنسبة لقاعدة whose. دلوقتي بقى جه دور آخر ضمير وصل عندي كلمة when. كلمة when طبعا when دي غنية عن التعريف. when معناها عندما، when معناها عندما. بستخدمها دايما للتعبير عن الوقت أو الزمن. الكلمة اللي قبلها على طول لازم تكون وقت أو زمن. وقت أو إيه؟ زمن. لازم يجي قبلها وقت أو زمن. when لازم يجي قبلها وقت أو إيه؟ أو زمن. لما نقول مثلا رمضان is a month، رمضان ده بيكون شهر. we fast in it، احنا بنصوم فيه. يبقى رمضان ده بيكون شهر احنا بنصوم فيه. الراجل طالب مني هنا استخدم كلمة when. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ احدد الاول رمضان بيكون شهر. هنا month اهوت شهر اللي هو عايد اصلا على كلمة ايه؟ رمضان. طيب we fast in it، احنا بنصوم فيه. in it دي عايدة على مين؟ على الشهر. يبقى هشطب على in it، هشطب على in it واحط كلمة when بعد ايه؟ كلمة months. يبقى اقول رمضان is a month، رمضان ده بيكون شهر. when عندما we fast، واكيد هشطب على كلمة in it. يبقى هنا
when جه قبلها كلمة months اللي هو وقت أو زمن أهو، يبقى كده طبقت قاعدة when. نشوف مثال تاني على when. summer الصيف is a time بيكون وقت. we go to the beach in summer. ركز كده معايا. الراجل طالب مني كلمة when. هعمل ايه؟ فين هنا الوقت او الزمن؟ اللي هو كلمة time. time اصلا معناها وقت. طيب اللي هو الصيف يعني. فين الضمير اللي عايد عليها او الكلمة اللي عايدة عليها في الجملة التانية اللي هي كلمة in summer. يبقى الصيف ده بيكون وقت احنا بنذهب الى الشاطئ فين؟ في الصيف. يبقى المتكررة عندي كلمة in summer. summer. يبقى انا كده احط كلمة when بعد كلمة time. يبقى كده هقول summer is a time when we go to the beach. يبقى انا عندي هنا كده اهو when للوقت او الزمن جاي على طول قبلها كلمة time اللي هو وقت او زمن. يبقى انا كده طبقت قاعدة when بشكل كويس وبشكل صحيح. تعالوا دلوقتي ان شاء الله نشوف اكسرسايز خاصة بالدرس بتاعنا من كتاب المعاصر. تعالوا نشوفها كده مع بعض. أول سؤال عندي A festival is a special event. People celebrate it every year. طالب مني هنا كلمة ذات. احنا قلنا ذات دي لغير العاقل. فين هنا الشيء غير العاقل اللي موجود في الجملة الأولى اللي هو special event اللي هو حدث مهم. فين الضمير اللي عايد عليه في الجملة التانية؟ كلمة it. زي ما اتفقنا هشطب على الضمير اللي هو كلمة it وأحط ذات بعد الشيء الغير العاقل. يبقى هقول a festival is a special event. ماله that people celebrate وأكمل للآخر. طيب بعد كده عندي which The teacher explained the tradition. يعني ايه كلمة the tradition؟ يعني التقليد. Students asked about it. طالب مني هنا كلمة which. احنا اتفقنا ان which غير العاقل. فين هنا الشيء غير العاقل؟ كلمة tradition. فين الضمير اللي عاد عليه في الجملة التانية؟ كلمة it. هنشطب على كلمة it واحط which بعد الشيء غير العاقل. يبقى the teacher explained the tradition which student وكمل للآخر. طيب عندي بعد كده I met a journalist. أنا قابلت صحفي. He writes articles about the environment. هو بيكتب مقالات عن البيئة. طالب مني هو. هعمل ايه؟ هو للعاقل. للعاقل. فين هنا الشخص العاقل اللي هو journalist؟ فين هنا الضمير اللي عاد عليه في الجملة التانية؟ كلمة he. يبقى هشطب على كلمة he. يبقى هقول I met a journalist. I met a journalist who writes واكمل للاخر. يبقى انا كده جبت هو وجبت قبلها شخص عاقل هو كلمة journalist. طيب this is the boy. هو ده الولد. his book lost. اللي كتابه ضاع. طب طالب مني whose بستخدمها للملكية يعني بتحل محل his او her. هعمل ايه؟ هشطب على his او her اللي هي موجودة عندي هنا his. فين هنا المالك اللي هو كلمة boy؟ يبقى هقول this is the boy. هو ده الولد whose book
whose book is lost، اللي بيكون كتابه مفقود. يبقى هنا جبت كلمة whose وجبت قبلها المالك وبعدها الشيء المملوك. جبت قبلها المالك وبعدها الشيء المملوك. برضه ملحوظة بالنسبة للكوريكت، whose عشان ممكن تفكر ان whose زي هو. whose لازم يجي قبلها اسم وبعدها اسم. whose لازم يجي قبلها اسم وبعدها اسم. انما هو يجي قبلها عاقل وبعدها فعل. بعدها فعل وساعات فاعل. ساعات فعل. انما هوز يجي قبلها اسم وبعدها اسم. طيب تعال نشوف الاسئله اللي بعدها. I visited the museum. It was built by the ancient Egyptians. أنا زرت المتحف، هو اتبنى بواسطة المصريين القدماء. طالب مني which، ده غير عاقل. طيب أو فين الاسم الغير عاقل اللي هو the museum؟ فين الضمير اللي عايد عليه في الجملة التانية؟ كلمة it. هعمل ايه في it؟ هشطب عليها وهحط كلمة which بعد كلمة museum. يبقى I visited the museum which was built وأكمل. يبقى كل اللي عملته شلت it وحطيت which بعد الشيء غير العاقل. طيب بعد كده this is the park، هي دي الحديقة. وبلاي فوتبول زير، احنا بنلعب هناك every Friday كل يوم جمعة. طالب مني وير للمكان. وير للمكان، فين هنا المكان اللي في الجملة؟ كلمة بارك. فين الضمير اللي عايد عليها في الجملة التانية؟ كلمة زير. يبقى هشطب على كلمة زير وأحط وير بعد بارك. يبقى أقول this is the park، هي دي الحديقة. where we play وأكمل لآخر الجملة. طيب the laptop is expensive. I bought it yesterday. اللابتوب بيكون غالي، أنا اشتريته امبارح. طالب مني ذات، ده غير عاقل. هعمل ايه؟ فين هنا شيء غير العاقل؟ the laptop. فين الضمير اللي عاد عليه في الجملة التانية؟ كلمة it. هعمل ايه؟ هشطب على it. هشطب على it. طيب ركز بقى عشان الجملة دي فيها فكرة تانية. ايه هي؟ لو خدت بالك معايا مش في الشرح، لو خدت بالك معايا في الشرح كنت قلت لك السؤال بيجي لك على شكلين اتنين او طريقتين اتنين. الشكل المباشر اللي انا كنت بشيل فيه الضمير وشكرا، كان زي دي كده، كان مفعول وهنا الكلمة اللي عاد عليها في الجملة التانية قوم جاي شايل الضمير وحاطط الكلمة في النص. طب تعالى بقى كده، هنا الشيء غير العاقل اللي هو زي لابتوب جاي هنا فاعل. جاي هنا فاعل والضمير بعيد عنه في الجملة التانية. طب هنعمل ايه؟ هنا يبقى فيه تقديم وتأخير. تقديم وتأخير ازاي؟ هقول لك ذا لابتوب، اللابتوب، وهجيب بعده كلمة ذات. اللابتوب الذي يبقى انا كده هروح على الجملة التانية. I bought، اللابتوب اللي انا اشتريته yesterday. اللابتوب اللي انا اشتريته امبارح ماله is expensive، بيكون غالي. فهمت اللعبة ازاي؟ يبقى هنا في تقديم وتأخير. يبقى ذا لابتوب، بعد كده جبت ضمير الوصل اللي هو ذات ورحت للجملة التانية وبعد كده رجعت تاني للجملة الأولى. طيب I'll never forget the day، أنا مش هنسى اليوم. I met my friend on that day، اللي أنا قابلت فيه صديقي في ذلك اليوم. هنا the day وهنا on that day. طالب مني when، طالب مني هنا when للوقت أو الزمن. فين هنا الوقت أو الزمن؟ the day. فين الضمير اللي عاد عليه في الجملة التانية؟ اللي هو on that day، يعني في ذلك اليوم. هعمل ايه؟ يبقى هنا هقول I أو I'll never، أنا لن أنسى، forget the day، اليوم، أنا مش هنسى اليوم. when، أهم حاجة إن when
جت بعد الايه؟ الوقت او الزمن اللي هو كلمه the day. when I met اللي انا قابلت فيه my friend. وشكرا. وشطبت على كلمه ايه؟ on that day. طيب the boy is very polite. الولد بيكون مؤدب جدا. his father is a doctor. بابا بيكون طبيب. طالب مني ايه؟ whose. طالب مني whose. طيب هستخدم ازاي هنا كلمة whose؟ فين هنا المالك اللي هو the boy؟ فين هنا الشيء المملوك وصفة الملكية اللي هي his father؟ اولا يبقى انا هشطب على كلمة his ايه؟ father. طب ايه قاعدة whose؟ يجي قبلها اسم المالك ويجي بعدها اسم الشيء الايه؟ المملوك. طيب هعمل ايه؟ لو لاحظت ان هما بعاد عن بعض يبقى برضه همشي بنفس الفكرة دي، فكرة ايه؟ التقديم والتأخير. يبقى هقول the boy الولد وهجيب بعده كلمة whose الولد. whose father الولد اللي باباه is a doctor بيكون طبيب. ماله حضرتك؟ is polite أو very polite بيكون مؤدب جدا. يبقى هنا قلت the boy اللي هو اسم المالك وبعد whose بعد كده الشيء المملوك، ورحت للجملة التانية ورجعت تاني للجملة الايه؟ الأولى. تمام؟ طيب الجملة اللي بعد كده the city is very old. المدينة بتكون قديمة جدا. my grandparents were born there. أجدادي اتولدوا هناك. طالب مني where. طالب مني where. طيب هنا هعمل ايه؟ where للمكان. فين هنا المكان؟ the city. طيب فين الضمير اللي قاعد عليه في الجملة التانية؟ كلمة there. يبقى هشطب على كلمة there وأحط where بعد the city. يبقى أقول the city المدينة where. هنا هنعمل إيه؟ نفس الفكرة اللي فوق، فكرة التقديم والتأخير. طب أنا بعمل الفكرة دي إمتى عشان أبقى فاهم؟ لما يكون الشيء الغير العاقل أو المالك أو المكان جاي فاعل في الجملة الأولى. طب لو كان جاي مفعول يبقى بالطريقة العادية اللي احنا كنا بنحلها ما فيهاش تقديم ولا تأخير. يبقى امتى بقدم وأخر؟ التقديم والتأخير بيكون لما يكون الشيء الغير العاقل أو المالك أو العاقل كمان أو المكان كمان جاي فاعل في الجملة الأولى زي دي. يبقى the city where my grandparents were born. يعني المدينة حيث أجدادي اتولدوا فيها مالها is very old بتكون قديمة جدا. تمام؟ طيب The man helped me. الرجل ساعدني. He works in this hospital. هو بيعيش في المستشفى دي. طالب مني كلمة هو دي للعاقل. هو للإيه؟ للعاقل. طيب فين هنا الشخص العاقل؟ زمان. فين هنا الشيء أو الضمير اللي عايد عليه في الجملة التانية؟ كلمة هي. طيب هعمل إيه؟ في الحالة دي هحذف كلمة هي وهحط هو بعد الشخص العاقل. واحد يسأل نفسه طب الشخص العاقل ده جاي فاعل في الجملة الأولى ولا مفعول في الجملة الأولى؟ هو هنا جاي في الأول يعني جاي فاعل. طب أنا كده أحلها بأنهي طريقة؟ طريقة التقديم والتأخير. يبقى هقول إيه بقى؟ زمان هو كده اهوت الرجل الذي. هروح للجملة التانية who works in this hospital اللي بيعمل في المستشفى دي. ماله حضرتك؟ عمل ايه؟ helped me ساعدني.
يبقى أنا كده عملت تقديم وتأخير. طيب this is the story، هي دي القصة. it teaches children about honesty، بتعلم الأطفال عن الأمانة. طالب مني كلمة ذات أنا قلت بستخدمها للعاقل وغير العاقل. فين هنا الغير العاقل؟ كلمة story. فين الضمير اللي قاعد عليها في الجملة التانية؟ كلمة it. هنا story دي جاية فاعل ولا مفعول؟ لا، جاية مفعول. طالما جاية في آخر الجملة يبقى مفعول. يبقى بالطريقة السهلة العادية يبقى هقول this is the story، هي دي القصة that teaches، واكمل الاخر. يبقى كل اللي عملته شلت كلمة it. طب الجملة اللي بعدها summer is the season، summer ده بيكون فصل. we travel to the beach then، احنا بنسافر للشاطئ في ذلك الوقت. طب فين هنا الوقت او الزمن؟ كلمة season. طيب فين الضمير اللي قاعد عليها في الجملة التانية؟ كلمة then. هعمل ايه؟ هشطب عليها. يبقى هنا هقول summer is the season، وهجيب بعدها when، واكمل الجملة التانية we travel، واكمل. بسنت is a clever girl، البنت بسنت دي بنت ماهرة. her father is a teacher، باباها معلم. طالب مني كلمة whose لازم يجي قبلها اسم المالك وبعدها الشيء المملوك. طيب فين هنا المالك؟ بسنت. فين هنا صفة الملكية والشيء المملوك؟ her father. يبقى هعمل ايه في كلمة her؟ هشيلها. طيب هعمل ايه هنا؟ الملك ده جاي فاعل ولا جاي مفعول؟ جاي فاعل. طالما جاي فاعل يبقى بمشي بسياسة التقديم والتأخير. يبقى اقول بسنت whose father is a teacher، بسنت اللي باباها معلم مالها is a clever girl، بنت ماهرة. يبقى احنا كده حلينا اكسرسايز على الجرامر ده. يا رب تكونوا استفدتوا.